السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا بينا نبدأ. عندنا ايه بقى النهاردة؟ عندنا شوية قراقيش والله عظمة، على عجب، على تحفة. والسرعة، انت كل فيديو يا نورة تقولي السرعة وسهل طب انتوا هتشوفوا معايا وهتشوفوا بسرعة وسهل ولا لا؟ بصوا بقى، جبنا معلقة ينسون على معلقة شمر وحطيتهم على النار اقل من ثانية، ثانية الا ثانية كده زي ما انتوا هتشوفوا معايا، بس بطلع منهم الرطوبة عشان انا حاطة الحاجات دي في التلاجة. خلاص كده طلعنا منهم الرطوبة تقليبة، يعني مش بحمص. ورحت ضرباهم في الكبة بتاعة الخلاط كده عن السريع ومنخلتهم عشان ده بيبقى فيه قشرة شوية، يعني ما طحنتهمش على الآخر. تمام يا بنات. معلقة ينسون ومعلقة شمر وحمصناهم، مش حمصناهم، طلعنا منهم الرطوبة دقيقة بس على النار. وبعد كده يا حبايبي ضربناهم في الكبة بتاعة الخلاط وزي ما شفتوا حطيناهم. وجبنا بقى يا بنات 6 كوبايات دقيق. اشمعنى 6 كوبايات دي مش عارفة، أنا حطيت 4 يعني ال4 عاملين كيلو، أنا عندي كوباية اللي هي الربع كيلو دي. رحت حاطة كمان كوبايتين، بقوا 6 كوبايات دي. عليهم إيه بقى 6 كوبايات دي دول؟ عليهم 3 معالق نشا، على كل كوبايتين معلقة، على كل كوبايتين دي معلقة نشا، ومعلقة سكر، ومعلقة سمسم، وإيه كمان يا بنات، وذرة ملح. كمان مرة، 6 كوبايات دي عليهم معلقتين سكر، معلقة لا سوري، 3 معالق سكر، 3 معالق نشا، 3 معالق سمسم، وذرة ملح. خلاص كده وقلبناهم في بعض ودخلنا كل الحاجات مع بعض ومعلقة اليانسون والشمر المطحونين. وبعد كده ايه قلبناهم حلو في بعض وركننا الدقيق ده خلاص كده على جنب. خلص خلاص تمام. جبنا بقى حتة العجوة دي كانت عندي برضو في التلاجة بقالها كتير، بقالها فترة طويلة، يعني أنا ما كنتش هستخدمها برضو، كنت هعملها كلها سادة، بس أنا قلت إيه أعملها. كانت باقية من حاجة يعني. فلما يكون عندك حاجة يا أختي ما ترميهاش، الله يسعدك، حطيها في التلاجة وهتلف الأيام وهتحتاجي لها وتطلعيها زي ما أنا عملت كده. وبعد كده يا بنات رحت حاطة عليها معلقة سمسم ومعلقة سمنة، ورحت دعكتهم في بعض جامد زي ما انتم شايفين، كورت اللي كورته ولفيت اللي انتم شايفينه ده. المهم عملتهم بأشكال كده على أساس إن إحنا إيه هنحطها في العجينة دلوقتي مع بعض. وبعد كده دول إيه بقى المادة الدهنية دي إيه؟ دول كوبايتين سمنة، كوباية سمنة على زيت، الموجود عندك، الموجود عندك حطيه. يا دوبك تدفيهم، يعني إيدك تستحملها، مش بتقدحيه زي الكحك، لأ، يا دوب تدفيها كده. وبعد كده بقيت أكب حبة حبة كده وأشوف العجين محتاج تاني ولا لأ، زي ما اتفقنا قبل كده كل دقيق يختلف عن الدقيق اللي غيره. مش هاقدر أقول لِك حطي كوبايتين ونُص سمنة أو كوبايتين سمنة يطلع الدقيق بتاعِك بيعزل السمنة أو بينطر السمنة وما يبقاش حلو. فأنتِ بإيدِك كده بتعرفي دقيقِك عايز إيه. جبنا كوباية إلا ربع مَيّة دافية، حطينا عليها 3 معالق كبار خميرة ومعلقة سكر، وقلبناهم شوية وغطيتها وركنتها على جنب. جيت رُحت قلباها فين؟ على الدقيق، برضه كوباية إلا ربع بس، وما احتاجتش غيرها. يعني أنا كنت مدفية حبة مَيّة جنب مني كده، قُلت لو عوزت مَيّة هازيد، بس ما احتاجتش، لأن الدقيق كده زي الفل، السمنة مع الزيت مع المَيّة زي الفل. تمام. زي ما قلت لك ما تقيديش نفسك بالماده الدهنيه، عندك سمنه حطي، عندك زيت حطي، كله شغال وكله زي الفل وهيطلع في الاخر مية مية ان شاء الله. بناخد بقى حته العجينه بتاعتنا، بتروحي بقى يا ست الكل مجوفاها كده، تجوفيها شويه كده، هوريكي دلوقتي انا دي بس بديها شكل بالشوكه كده. تجوفي بقى حته العجينه كده زي ما انت شايفه، وتحطي فيها حته العجوة تبططيها تطبطبيها زي ما تعملي، وزي ما أنتِ شايفة كده وتقومي مخرّماها بالشوكة، الشوكة شكل، يعني لو تفتكروا زمان كده لمّا كانوا أمنا بقى تعمل حاجة وتجمّعنا حواليها، اللي كانت تعمل بالشوكة واللي كانت تناولها عجين، والأيام الحلوة دي اللي مش هتتعوّض تاني والله. المهم يا بنات، خلاص كده خلّصنا الحاجات المدوّرة، يعني الكام عجواية اللي كنت مدوّراهم. وبعد كده هنعمل بقى شكل تاني، أهو كده القرصاية هتطلع زي العسل وتحفة وجميلة، وأحسن من برّه، وأرخص من برّه، وفي بيتِك وبسرعة ونضيفة قدّام عينِك، منخلتِ دقيقِك ومنخلتِ حاجتِك قدّام عينِك. دي أهم حاجة أنا باحبها في الموضوع بقى، سيبِك من الغالي والرخيص، كده، كده الحاجة بتتجاب، وكده، كده عليكِ بتجيبي عشان تأكّلي عيالِك. فالمهم يا سِت الكل الحاجة إن هي تبقى قدّامِك ونضيفة وبإيدِك، هو ده اللي أنا الحتّة الأكتر حاجة أنا باتكلّم فيها يعني. بُصّي بقى، بترصي بقى العجوة اللي عاملة زي الصدق دي، مش عارفة ليه شايفاها زي الصدق وبعد كده إيه، تقومي بقى عاملة كده بإيدِك زي ما أنتِ شايفة، مطبطبة أو مبطبطة أو أي حاجة يعني.
خلاص كده يا كتكوتة، أهو بتعملي كده وبتسويها وتقومي مقطّعة بالسكينة، بُصّي والنعمة الشريفة في ثانية وبسرعة، يعني اتعجنت واتقطّعت زي ما أنتم شايفين كده، الموضوع كلّه قولوا ساعة بالضبط، هو بس اللي خَد وقت عشان حق رب العالمين يعني التسوية، هي التسوية اللي خدت معايا شوية وقت، أوطّي من تحت شوية وأعلّي من فوق شوية وأوطّي من فوق وأعلّي من تحت والحاجات دي، هي دي بس اللي أنتِ عايزاكِ تبقي مركّزة في الفرن يعني شوية. بس يا بنات ودي كمان مرّة أو كمان قطعة هنقطّعها تاني، عايزة ترُشّي سمسم تاني على الوش رُشّي براحتك، بس أنا حطّيت في الدقيق وحطّيت في العجوة، ويعني قُلت حلو أوي كده كفاية. بس يا بنات، بس يا بنات، والنبي طلعوا زي الفل وجُمال، وتتعشّي وتفطري وكل حاجة يعني. بصوا كفاية الريحة بس بتاعة البيت كده والخبيز وريحة أيام زمان دي والأيام الحلوة دي، رجّعوني والنبي أعيش أيام زمان تاني. بصوا الجمال بقى والشوكة والشغل بصوا. بصوا بقى الحتة اللي فاضلة دي في العجينة بصراحة حزنّة العجينة دي مش هاحطها في صينية لوحدها، وأدي بصوا بقى دخّلته الفرن وطلع بقى فُلّة، فُلّة زي ما أنتم بصوا ومقرمش. عايزة أقول لكم المعلقتين النشا اللي هُم معلقتين على الكيلو أو مثلًا 3 أو زي ما هتحطّي يعني، أهم حاجة بقى خطوة النشا دي ما تنسيهاش، لإن النشا ده بيدّيها كده هشاشان، وبصوا من جوّه مش مكتومة ومستوية حلو. والله العظيم جرّبوا مش هتندموا يا بنات، وطلع تحفة. أبو عجوة بقى بتحطّي ليه السمنة على العجوة؟ في كمان عايزة أقول لِك على النقطة دي، علشان بتخلّي العجوة طرية، لمّا بتحطّيها من غير حاجة كده وبتكوّريها بتبقى ناشفة وبتكرمل كده في الفرن وبتبقى مش حلوة، لكن لمّا بتعملي خطوة السمنة دي بتبقى حلوة، وتبقى طرية وهتعجبِك. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك يا بنات، وفي رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله، نتقابل في فيديو جديد إن شاء الله.